الناس بيدمر قراراتك من غير ما تحس. كم مرة كنت عايز تعمل حاجة ورجعت في آخر لحظة عشان فكرت في الناس هتقول ايه؟ خليك معايا. المشكلة اللي محدش بياخد باله منها، في ناس كتير فاكرة انها بتفكر كويس قبل ما تاخد القرار، لكن الحقيقة ان جزء كبير من قراراتها مش طالع منها، طالع من خوفها من كلام الناس. هتلاقي نفسك بتسأل هيقولوا عليا ايه، هينتقدوني، هيشوفوني ازاي بعدها، وبدل ما تختار اللي بيناسبك بتختار اللي بيمشي مع الناس. ازاي الموضوع بيبدأ؟ الموضوع غالبا بيبدأ من زمان جدا، من وانت صغير لما كنت بتتقيم على كل حاجة، لبسك، شكلك، تصرفاتك، درجاتك، الناس هتقول علينا ايه. الجملة دي اتزرعت جواك وبقت جزء من طريقة تفكيرك، فكبرت وبقيت بتراقب نفسك بنفسك حتى من غير مجهود حد. أشكال تأثير كلام الناس. خوف من كلام الناس مش دايما واضح، بيظهر في تفاصيل صغيرة. بتسقط في موقف وانت عايز تتكلم، بتلبس حاجة مش مرتاح فيها، بترفض فرصة عشان خايف تفشل قدامها، بتكمل في موضوع علشان شكلك قدام الناس. كل مرة بتعمل كده انت بتبعد خطوة عن نفسك. اخطر حاجة مش انك بتخاف، اخطر حاجة انك مع الوقت بتنسى انت عايز ايه اصلا. بتعيش نسخة مش بتاعتك، قراراتك شبه الناس، حياتك مش توقعاتهم، لكن جواك في عدم رضا مستمر. وقبل ما نكمل ما تنساش اللايك وتشترك في القناة عشان تشوفنا تاني وتكتب تعليق جميل. ويلا بينا نكمل. الحقيقة اللي لازم تفهمها، الناس مش مركزة معاك زي ما انت فاكر. كل واحد مشغول بنفسه ومشاكله وحياته. الناس اللي بتتكلم هتتكلم سواء عملت او ما عملتش، يعني في كل الحالات هتتعرض للكلام السلبي. ليه بنخاف قوي كده؟ الخوف ده مش بسيط، هو مرتبط باحتياجات جوه كل انسان، انه يكون مقبول، انه يتحب، انه ما يترفضش. فبتفضل تختار القبول حتى لو على حساب راحتك. ازاي تبدأ تتحرك؟ اول خطوة خلي بالك من صوت جواك واسأل نفسك، انا بعمل ده عشان عايزه ولا عشان خايف من رأي الناس؟ تاني خطوة ابدأ بحاجات صغيرة، اختيارات بسيطة، لبس، رأي، تصرف. كل مرة تختار نفسك ثقتك هتزيد شوية. ثالث خطوة استحمل الإحساس بعدم الراحة. في الأول هتحس إنك غلط، لكن ده الطبيعي لأنك بتكسر نمط وروتين قديم. مثال بسيط، الشخص كان عايز يغير شغله بس خايف من الكلام الناس، فضل مكانه سنين مش مرتاح، شكله مستقر، ولما أخد القرار أخيرا اكتشف إن أصعب حاجة مش التغيير، أصعب حاجة كانت الخوف نفسه. الفرق بين احترام الناس ورضاء الناس، في فرق كبير بين إنك تحترم الناس وإنك تعيش عشان ترضيهم. احترام إنك تراعيهم لكن برضو تراعي نفسك، لكن الإرضاء إنك تلغي نفسك عشانهم. وفي الآخر اسأل نفسك سؤال ده بصدق، لو مفيش حد هيحكم عليك كنت اخترت إيه؟ يمكن الإجابة دي هي أقرب حاجة لحقيقتك. حياتك مش المفروض تتعاش حسب كلام الناس، لكن حسب اللي يناسبك أنت. خاتمة، اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة. ولو وصلت لحد هنا عرفني في كومنت واشترك في القناة، ولو عجبتك شجعنا بلايك، ومتنساش مع بعض اخليك أجمل.